أهلا بكم في نشرة جديدة من أخبار الملاعب. معاكم حسين صلاح، وأهم أخبار الكرة العالمية والإفريقية والمصرية. النهاردة 8 مايو 2026. نبدأ من إسبانيا، حيث اقترب نادي برشلونة من تجديد عقد المدرب الألماني هانسي فليك بعد النتائج القوية التي حققها الفريق هذا الموسم، إشادة كبيرة بطريقة اللعب والانضباط التكتيكي. وفي إنجلترا، قرر نادي ليفربول تجميد أسعار التذاكر للموسم الجديد استجابة لمطالب الجماهير، في خطوة لاقت ترحيبا واسعا من عشاق النادي. أما في فرنسا، فريق أولمبيك ليون واصل نتائجه القوية وانفرد بالمركز الثالث في جدول الدوري الفرنسي، بينما تأكد هبوط نادي ميتز رسمياً. الحدث الأبرز كان عودة النجم الفرنسي باولو بيوجا للمشاركة أساسياً لأول مرة منذ 3 سنوات بعد فترة طويلة من الغياب والإصابات. ومن ألمانيا، واصل النجم الإنجليزي هاري كين تحطيم الأرقام القياسية بعد اقترابه من تحقيق أفضل معدل تهديفي في موسم واحد خلال مسيرته. وفي سوق الانتقالات، النجم المصري محمد صلاح تلقى عرضاً جديداً بقيمة 20 مليون يورو سنوياً وسط ترقب جماهير ليفربول لمعرفة مستقبله خلال الفترة المقبلة. كما بدأ نادي إنتر ميلان التحرك للتعاقد مع الحارس الأوكراني أندري لونين حارس ريال مدريد لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم. ونروح لأخبار الكرة الإفريقية. الصراع على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2026 اشتعل بقوة بين النجم المصري محمد صلاح والنجم المغربي أشرف حكيمي بعد المستويات الكبيرة التي قدمها الثنائي هذا الموسم. صلاح يواصل التألق مع ليفربول، بينما يثبت حكيمي نفسه كواحد من أفضل الأظهرة في العالم. وفي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، أكد المدرب المصري مؤمن جمال جاهزية الفريق لخوض النهائي، مشيراً إلى ارتفاع تركيز اللاعبين قبل المباراة الحاسمة. كما تحدث عمر جابر عن قوة فريق اتحاد العاصمة الجزائري، وأكد أن النهائي سيكون صعباً على الفريقين. ومن جانبه، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم زيادة الجوائز المالية الخاصة ببطولة الكونفدرالية في خطوة تهدف لتطوير المنافسة الإفريقية. وفي الكرة المصرية، جماهير الأهلي تتابع موقف إصابة إمام عاشور ومدى إمكانية لحاقه بالمباريات القادمة. أما نادي بيراميدز، فما زالت التكهنات مستمرة حول مستقبل علي ماهر وإمكانية توليه تدريب الفريق. وفي نادي الزمالك، كشف أحمد سليمان عن وجود مكافآت خاصة للاعبين من أجل تحفيز الفريق في سباق الدوري هذا الموسم. كانت دي أهم أخبار الكرة العالمية والإفريقية والمصرية. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وكان معاكم حسين صلاح من أخبار الملاعب.